القصة بدأت يوم الاثنين 30 أكتوبر عندما سافر الحريري إلى الرياض لعقد لقاء شخصي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك بحضور ثامر السبهان مستشاره للعلاقات مع الدول العربية. وجرى اللقاء بشكل جيد، وبعد عودته إلى بيروت في 1 نوفمبر أطلع الحريري مجلس وزرائه على مجريات الزيارة، مؤكدا بحسب المصادر أن السعودية تؤيد فكرة عقد مؤتمر دولي في باريس لدعم اقتصاد لبنان، واجتماع آخر في روما لدعم جيشها، بالإضافة إلى مجلس سعودي لبناني مشترك لتشجيع الاستثمار. وطمأن الحريري وزراءه بأن لبنان يكون في دائرة استهداف السعودية، فارغ من ميل الأمير محمد إلى مواقف أكثر تشددا حيال إيران. وكان الحريري يخطط للعودة إلى الرياض للاجتماع مع الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الاثنين 6 نوفمبر، ولكن الجدول تغير عندما تلقى اتصالا عاجلا من مراسم الأمير محمد يبلغه أن الأمير يريد الاجتماع به يوم الجمعة 3 نوفمبر. ولم يتم لقاء الجمعة، وظل الحريري منتظرا في بيته الفاخر بطريق التخصصي بالرياض قبل أن يتم استدعاؤه حوالي 8 صباح السبت، وهو موعد مبكر للاجتماعات في السعودية للاجتماع بالأمير محمد. بعيد عن المراسم المعتادة، ذهب الحريري بسيارتين لا يرافقه غير حراسته الخاصة، واختفى تماما العدد ساعات حتى ظهر على شاشة التلفزيون حوالي الساعة 2 بعد الظهر ليقرأ بيان استقالته. ومن اللافت أنه استخدم في تبرير الاستقالة لهجة عدائية تجاه إيران غير معتادة منه، كما أنه لم يستشر أيا من كتاب خطاباته المعتادين. لم يعد الحريري لمنزله بالرياض إلا يوم الاثنين، ويقال إنه أقام يوم السبت والأحد في فيلا بمجمع رياتيزن كارتون، حيث تحتجز الشخصيات السعودية التي تم توقيفها في ليلة السبت ليلة محاربة الفساد. ويبقى السؤال: ماذا يحدث في لبنان؟